طرد من شغله ومديره قال له خيالك ضعيف وما عندكش ابداع. صدق ان والت ديزني اللي بنى عالم من الخيال بدأ حياته باتهام بانه فاشل؟ كان شغال في جورنال ومديره قال له خيالك ضعيف ما عندكش ابداع. مش بس كده، ده كمان طرده من الشغل. لكن والت ما استسلمش، عشان هو كان بيحب الرسومات الكرتونيه. ما استسلمش وراح رسم اول شخصيه كرتون العالم كله بيحبها، هي ميكي ماوس. قعد كتير يحاول علشان يشتغل في جورنال والناس تديله فرصه ان هو يعمل رسومات ويعمل الكاريكاتير اللي بيحبه ويعمل القصص، ولكن محدش ابدا كان راضي يشغله. الناس كانت بتسخر منه لانه كان بيقدم فكره جديده مختلفه عن الوقت اللي هو فيه. شخص عنده خيال عالي جدا وعنده ابداع، ولكن الناس اللي حواليه مش مدركين ومش حاسين بالابداع ده، عشان كده كان بيتسخر منه كتير، كان بيترفض كتير من كل مكان بيروح. بس هو ما استسلمش، كان شايف دايما حلمه مدينه كبيره مليانه العاب وملاهي قصص كرتونيه كتير. واللي قالوا عليه فاشل في الاول بقى صاحب اكبر صناعه للكرتون والخيال في العالم. الخلاصه يا عم رائد، اوقات بيتقلك على فكرتك لا لمجرد ان هي فكره جديده، بس انت ما تستسلمش واستمر في حلمك وجرب مره واثنين وثلاثه لحد ما هتلاقي حد يتبنى الفكره بتاعتك. يعني لو عاوز تلاقي افكار